السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله رب العالمين النهارده هنتكلم كده على حاجة في السكيلز. انا عارف ان جنابكم ما سمعتوش عنها قبل كده. يا مستر انت هتتكلم عن ايه؟ هتكلم على حاجة دكتورة اسمها الايساي. ايساي المقال يا عم، ده احنا واخدينه 60,000 مرة بنكتبه على طول في اولى وثانيه ثانوي. موافق، بس انت بتكتبه على الله حكايتك. يعني ايه؟ يعني انت بتكتبه كالتالي. انت كنت بتيجي في الامتحان بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه كنا بنكتبها العنوان. تمام، بعد ما بكتب العنوان يا مستر بروح سايب مسافه على قد كلمه 100 وبعد كده بروح كاتب الجمله الاولى. وعلى فكره ده انا كمان كنت بكتب ايه؟ اول حرف كابيتال وعيل جامد. تمام، خلصت الجمله فول ستوب، بعد كده بكتب الجمله الثانيه. لسه ما خلصتش، كنت ببدا يا مستر من السطر من بدايته، وبعد كده الجمله خلصت فول ستوب، واروح اعمل له الجمله الثالثه فول ستوب، بعد كده الجمله الرابعه فول ستوب. وبعد كده عشان ابين له ان انا بكتب مقال كنت بروح نازل على باراجراف تاني، واروح سايب مسافه على قد كلمه برضو، واروح بادئ اكتب الجمله الاولى فول ستوب، الجمله الثانيه فول ستوب. عيل جامد اهو 100. طب عاوز اكتب باراجراف ثالث، اكتب، اروح سايب مسافه على قد كلمه واديله وببدا اكتب. انا واد جامد، عاوز اكتب بقى الباراجراف الاخير، اروح سايب مسافه على قد كلمه اديله. اهو طالب برنس اهو. بس نيجي نسالك بقى، انت كنت بتكتب ده اسمه شكل الاساي، شكل المقال عباره عن باراجرافات ورا بعضيها، وكل باراجراف كنت بسيب مسافه وبتاع. هل جنابك عارف بقى الباراجراف الاولاني ده اللي انت عارف ان اسمه انترودكشن ايه شروطه؟ هو الباراجرافات دي كان لها شروط طبعا يا برنس. انت بقى السنه دي يا عمي ما عندكش كتابه، ما عنديش كتابه مقال. انت في الكتابه هيرجعك تاني لاعدادي، يعني امتحان ثالث ثانوي الامتحان اللي فات كان يقول له اكتب 6 لاينز 6 سطور، يعني عباره عن باراجراف 6 سطور، ما كانش فيه مقال. طب المقال عندنا ايه؟ عباره عن تشويس اختياري. فانت عارف ان اول باراجراف اسمه انترودكشن، مقدمه. اللي انا عاوزك بقى تعرفه كل جمله في المقدمه، كل جمله، الجمله الاولى دي عباره عن ايه؟ والجمله الثانيه عباره عن ايه؟ والثالثه عباره عن ايه؟ والرابعه عباره عن ايه؟ والاخيره عباره عن ايه؟ يا نهار ابيض، هو كل جمله في الانترودكشن كان لها شروط؟ وده بقى اللي بيسالك عليه يا دكتور. وبعد كده كنت بنكتب حاجه اسمها البادي، اللي هو البادي باراجرافز او بادي باراجراف. كان ممكن يبقى باراجراف واحد او ممكن يبقى باراجرافين، ممكن يبقى 3، وهقول لك دلوقتي امتى 1 وامتى 2 وامتى 3. واخر باراجراف كنا بنسميه الكونكلوجن، الخاتمه، وهقول لك دلوقتي شروطها. يعني انت عاوزني النهارده يا عم الحاج افهم ايه؟ تفهم كل نقطه في الاسي عباره عن ايه؟ الانترودكشن عباره عن ايه؟ البادي عباره عن ايه؟ الكونكلوجن عباره عن ايه؟ ده اللي انا عاوزه منك يا دكتوره. بس قبل ما نخش واوريك الاسئله، انت عارف ان الاساي المقال بيتكون من ايه؟ بيتكون من باراجرافات 1 2 3 4، هنعرف دلوقتي عددهم ايه. طب انا عاوز ارجعك بقى للماضي زمان. هو الباراجراف بقى نفسه، الباراجراف ده بيكون من ايه؟ يجي يجيب لك السؤال يقول لك الباراجراف consists of. عاوز اسمعك، يعني ايه consists of؟ تمام، اللي هو بمعنى يتكون من a group of، مجموعه من، وراح حاطط لي نقط. تعالى، الباراجراف اللي انت كنت بتكتبه ده عباره عن مجموعه من ايه؟ مجموعه من الحروف؟ طب مجموعه من ايه؟ مجموعه من الكلمات؟ قال لك لا، ده الباراجراف عباره عن مجموعه من الجمل، وجمله يعني sentence. يبقى a paragraph consists of، يتكون من a group of، مجموعه من sentences، مجموعه من الجمل. يبقى الباراجراف عباره عن مجموعه من ايه يا دكتوره؟ من الجمل. تمام، ده لو عاوزه تعرفه عن الباراجراف. طيب يجي بقى يقول لك ده الباراجراف. طيب ذا ايساي، المقال بقى اللي جنابك كنت بتكتبه ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من مجموعه من. هل الايساي ده بيتكون من مجموعه من الجمل؟ قال لك لا، ده بيتكون من مجموعه من، جدع، مجموعه من الباراجرافز، مجموعه من الباراجرافات. فيقول لك ذا ايساي المقال consists of،
يتكون من a group of مجموعة من، وراح حاطط لك نقط. مجموعة من ايه؟ مجموعة من paragraphs، مجموعة من الباراجرافات. يبقى الباراجراف مجموعة من الجمل، انما الاساي المقال مجموعة من الباراجرافات، وجمل يعني sentences، وطبعا باراجرافز اللي هي فقرات. ده الفرق ما بين الاثنين. موافق؟ طب يا مستر، هو اقل عدد من الباراجرافز في المقال، اقل عدد اهو لجنابك يجي يقول لك السؤال اهو. the essay المقال consists of يتكون من at least على الاقل كام باراجراف؟ المقال بيتكون من على الاقل كام باراجراف؟ طب ما تعالى نشوف هو اصلا بيتكون من ايه. بيتكون من introduction مقدمه، وبعد كده body اللي هو جسم الموضوع، هنقول لك دلوقتي كلمه ثانيه ليها، وبعد كده الكونكلوجن الخاتمه. ده اقل عدد introduction body conclusion. يبقى بيتكون من كام باراجراف؟ على الاقل 3 باراجرافز، 3 باراجرافات. ده اقل عدد للباراجرافات اللي موجوده في اي اساي. طب اقول لك بقى حاجه قبل ما اشرح لك دي. طب يا مستر، هل الانترودكشن المقدمه هل ممكن تزيد عن باراجراف؟ لا، لان ده اول باراجراف عباره عن باراجراف واحد. طب الكونكلوجن هو اخر باراجراف عباره عن باراجراف واحد. يبقى كده عندنا الانترودكشن باراجراف واحد والكونكلوجن باراجراف واحد، كده 2 اساسي معايا. طب البادي بقى بيختلف يا دكتوره، ممكن يبقى 1 2 3 5 10، بيختلف عدده. طب بيختلف عدده بناء على ايه؟ على حاجه اسمها الاليمنتس اللي هقول لك عليها دلوقتي. elements ايوه بمعنى عناصر. عناصر ايه؟ the elements العناصر اللي you will discuss اللي جنابك هتناقشها in the body. يعني ايه يا مستر؟ اقول لك مثلا باراجراف عن او essay عن the internet، الانترنت. طب ما الانترنت لما اجي اتكلم عنه يا دكتوره، انت عارف ان انت هتتكلم عن حاجه وحاجه. الانترنت ليه ايه وليه ايه؟ ليه ادفانتجز مزايا، وليه ديسادفانتجز وليه عيوب. يبقى معنى كده انا عندي كام عنصر؟ عنصرين. يبقى لازم الباراجراف الاولاني اللي في البادي اتكلم عن المزايا، ولازم الباراجراف الثاني اتكلم عن العيوب. يبقى كده هيبقى عندي كام باراجراف في البادي؟ 2. يبقى كده 1 2 3 4 اللي هم الاساسي. طب يا مستر، يجي بقى يسألك سؤال يا ولدي، يقول لك ذا academic، مهم قوي السؤال، ذا academic essay. يعني ايه يا مستر academic essay؟ المقال الأكاديمي. يعني ايه مقال أكاديمي؟ اللي هو التعليمي. برضو مش فاهم يعني ايه مقال تعليمي. ان شاء الله رب العالمين ربنا يكرمك كده بكليه، في طلبه هتخش كليات بتاعه لغه انجليزي، فلما بتيجي تمتحن يابا في الترم او اخر السنه، اي سؤال جنابك بتشرحه او بتجاوبه على هيئه اساي. اي سؤال في اي ماده، انجلش ليتريتشر، ادب الانجليزي، بويتري، شعر، اي سؤال كنا بنجاوبه على هيئه اساي، مقال. طب عاوز تقول ايه؟ هو عاوز يقول لك ان الاكاديميك اساي consists of بيتكون من at least على الاقل كام باراجراف، ويديك طبعا اختيارات. طب تعالى نتناقش. اولا الانترودكشن ده اساسي يبقى 1، الكونكلوجن ده اساسي ادي 2، يبقى كده في 2 باراجراف اساسي. طب البادي بقى يا مستر، احنا قلنا عدد الباراجرافات بتاعت البادي depends on تعتمد على the number of elements عدد العناصر اللي you will discuss اللي جنابك هتناقشها. طيب في الاكاديمي انا على الاقل بناقش كام فكره في السؤال بتاعي؟ 3. ده اقل افكار ممكن تناقشها. يعني قصدك ايه؟ قصدي ان الاكاديمي هيبقى فيه انترودكشن ادي 1، وانا هناقش 3 عناصر. يعني معنى كده في كام باراجراف للبادي؟ 3. يبقى كده عندي 4 باراجرافات، والكونكلوجن يبقى 5. يبقى معنى كده الاكاديميك اساي يتكون من اتليست على الاقل 5 باراجرافز، 5 باراجرافات. تعالى بقى نقول اللي احنا قلناه تاني. يبقى لو سألني على الباراجراف بيتكون من ايه؟ بيتكون من sentences، من جمل. طب الاساي المقال بيتكون من باراجرافز، من باراجرافات. طب اقل عدد للباراجرافات كام يا زميلي؟
3 paragraphs 3 باراجرافات. طب في الاكاديميك على الاقل 5 paragraphs. ليه في الاكاديميك 5 paragraphs؟ لان انا بناقش فيه على الاقل 3 عناصر. فيها مشكله؟ يلا يا سيدي نمسك بقى يا دكتوره الانترودكشن. الانترودكشن اللي انا لسه قايل لجنابك دلوقتي بتبقى عباره عن اول جمله عباره عن حاجه اسمها توبيك سنتنس، اللي هي الجمله التوبيك. انا لازم اعرف ايه هي التوبيك دي. تاني حاجه كنا بنقول الهوك اللي هي الجمله الجاذبه، فلازم اعرف ايه هي الجمله الجاذبه. بعد كده كان بيخش بقى على الاليمنتس، العناصر اللي I will discuss، اللي انا هناقشها in the body، جوه الموضوع. بعد كده اخر جمله حاجه اسمها thesis. تعال بقى نمسك التوبيك. ايه التوبيك دي يا دكتوره؟ التوبيك سنتنس اللي احنا بنسميها بالعربي جملة الموضوع، أو بيسموها الجملة الرئيسية. طب جملة الموضوع أو الجملة الرئيسية عاوز أعرف لها 3 حاجات. هي مكانها فين؟ تعالى كده نشوف. قال لي It is the first sentence، هي أول جملة in the introduction، في المقدمة. أول جملة في المقدمة اسمها topic sentence. طب أنت يا جملة يلي بتبقى موجودة في البداية إيه شغلتك؟ قالك بص، عشان خاطر الرايتر الكاتب في جورنان في أي حاجة عاوز يبسط على القارئ، بدل ما القارئ يقعد يقرا 60 جملة عشان يعرف الموضوع عن إيه، فهو بيعمل له إيه؟ يروح حاطط له أول جملة التوبيك دي. ليه يا دكتوره؟ بحيث ان هو اول ما يقراها يعرف مثلا ان الموضوع ده عن التلوث، يعرف ان الموضوع ده عن الانترنت. يعني الجمله دي مالها؟ قال لك ات هي indicates، الكلمه دي مهمه قوي. indicates بمعنى ايه يا مستر؟ بمعنى توضح، بتبين. الجمله دي indicates what the essay is about. دي شغلتها اللي هي indicates، بتبين لي او توضح what the essay is about، الموضوع او المقال كله بيتكلم عن ايه. قصدك ايه برضو؟ يعني الراجل مثلا هيكلمني عن البوليوشن، التلوث، يبقى الطبيعي في البدايه، وحتى انت كمان كنت بتكتب كده، كنت بتقول التلوث واحده من اخطر المشاكل التي تواجه اي بلد. تمام؟ يبقى معنى كده ان الراجل عرف ان جنابك هتتكلم في الموضوع كله عن التلوث. مثلا الانترنت واحد من اهم اختراعات العصر الحديث، يبقى هو عارف ان الموضوع بتاعك هيبقى بيتكلم عن الانترنت. يبقى اول حاجه التوبيك سنتنس مكانها فين؟ the first sentence in the introduction، هي اول جمله في الانترودكشن. طب شغلتك ايه ياما؟ indicates، بتوضح او تبين what the essay is about، دي شغلتها. عشان كده بيقول لك ايه؟ the topic sentence، الجمله التوبيك مالها؟ can't ما ينفعش start تبدا with ويروح حاطط لك نقط. ما ينفعش تبدا بايه يا دكتوره الجمله؟ قال لك can't start with a pronoun ضمير. يعني ايه يا مستر؟ ليه ما ينفعش انها تبدا بضمير الجمله التوبيك؟ تعال نتخيلها كده. واحد في بدايه الموضوع بتاعه بيقول ايه؟ it is، انها one of the worst problems، انها واحده من اسوأ المشاكل that we face، التي نواجهها، وسكت. طب انت كده جنبك عرفت هو بيتكلم عن ايه؟ لا، بيقول لك انها واحده من اسوأ المشاكل التي نواجهها. ايه هي اللي انها دي؟ مين هي اللي اسوأ مشكله؟ فعشان كده ما ينفعش انها تبدا ببروناون، لسبب ان لازم الراجل اول ما يقرا الجمله دي indicates، بتبين لي what the essay is about. يبقى كده 3 معلومات مهمين للجمله التوبيك. تعالى بقى يا دكتوره نخش على الهوك. هوك ايه الهوك دي؟ اللي هي الخطاف بيسموها عندنا الجمله الجاذبه.
جملة جاذبة يعني ايه يا مستر؟ قال لك جملة ان القارئ لما بيجي يقراها بتبدأ تجذبه. طب بتجذبه ليه؟ عشان ريد ذا ايساي، عشان يقرا المقال ما يسيبوش ويمشي. طب تعال نشوف مكانها. انت طبعا شايف ان هي دلوقتي هي انهي جملة؟ ده سكند. بص بقى الكلام المهم. قال لك ذا هوك، الهوك دي is the first of أول or أو the second تاني sentence in the introduction. أول أو تاني جملة في المقدمة يا مستر. ده أنا عارف إن أول جملة في المقدمة اسمها topic. وكمان مهمة جدا إن الراجل بيعرف الموضوع بيتكلم عن إيه. أنا هقول لجنابك كمان شوية على حاجة اسمها الثيسز. كمان شوية هتعرف ليه إن ممكن الراجل يبدأ بتوبيك وممكن إن هو يستغنى عنها. طيب يعني قصدك إن كده الإساي ممكن الراجل يبدأ بحاجتين، يبدأ بتوبيك وبعدها هوك، أو يبدأ بالهوك على طول. تمام؟ طب الهوك دي بقى إيه وظيفتها؟ قال لك إت بتعمل إيه؟ 3 أفعال مهمين جدا بيجيبهم في الاختيارات. دي شغلتها إنها جراب، طبعا مفرد احط لها اس. جرابس يعني تشد تجذب، يعني كابتشرز تأثر، يأثر بجماله يعني تعجبني، او طبعا انت عارف يعني ايه يجذب؟ اتراكت. شغلتها انها اتراكتس تجذب، كابتشر تأثر، اهم كلمه اللي بيجيبها في الاختيارات جرابس تخطف، ذا ريدرز attention انها تجذب انتباه القارئ. طب يا عم بتجذب انتباهه ليه؟ to read the essay عشان يقرا المقال. طيب تعالى كده في السريع قول لي اللي انت قلته. يبقى التوبيك سنتنس، الجمله التوبيك هي انهي جمله؟ the first sentence in the introduction. تمام. طب انت ايه شغلتك ياما؟ indicates بتوضح او تبين what the essay is about، المقال نفسه بيتكلم عن ايه. طيب تالت حاجة it can't start، ما ينفعش تبدأ with a pronoun بضمير، لأن لو بدأت بضمير أنت كقارئ مش هتعرف هو بيتكلم عن إيه. تمام؟ تاني حاجة الهوك اللي هي الجملة الجاذبة، مكانك فين يم؟ أنت شايف إنها التانية، أنا بقول لك إن هي ممكن تبقى the first or the second sentence، أول أو تاني جملة in the introduction في المقدمة. طب إيه شغلتك؟ grab تجذب the reader's attention، تجذب انتباه القارئ. وأعرف برضو ال3 كلمات grab أو capture أو attract، تجذب the reader's attention. ليه؟ to read the essay، ان انت encourage him، اشجعه to read the essay، انه يقرا المقال. يا مستر انت كده بتقول ان ممكن الاسي يبدا بحاجتين، يا اما توبيك وبعدها هوك، او يبدا بهوك. يعني ممكن يستغنى عن مين؟ عن التوبيك، وهتعرف دلوقتي حالا معايا. بص بقى يا سيدي، احنا قلنا ان ممكن دلوقتي ابدا بتوبيك وبعدها هوك، او ممكن ابدا بالهوك على طول. بعد كده طبعا بيحط الاليمنتس العناصر بس ما بيسالنيش عليها. تعال بقى نشوف اللي هي thesis sentence او thesis statement. اللي هي sentence بيسموها ايه؟ ليه thesis sentence؟ بيسموها بالعربي الاطروحه. ايه الاطروحه دي يا اخويا؟ الاطروحه اللي هو ما سوف يطرح في الموضوع، يعني الحاجه اللي انا هناقشها في البادي جوه الموضوع. فانا ممكن اسميها الجمله الرئيسيه، اسميها جمله الموضوع. ايه ده يا مستر؟ ده نفس المعنى بتاع التوبيك. بس تعال نشوف الاول مكانها فين. قال لك it is the last sentence، دي آخر جملة in the introduction، آخر جملة في المقدمة. طب هل في المقدمة بيبقى ليها مكان تاني؟ لا، آخر جملة في المقدمة. طب هل ممكن تبقى موجودة في الإيساي في أي مكان تاني؟ قال لي and وكمان موجودة in the conclusion.
بتبقى موجوده في الكونكلوجن اللي هي الخاتمه. طب بتبقى موجوده فين يا مستر؟ اول جمله، تاني جمله، تالت جمله؟ قال لك في اي حته. يعني ممكن تبقى الجمله الاولى، ممكن تبقى الثالثه، ممكن تبقى الاخيره، ما تفرقش. انما بالنسبه للانترودكشن للمقدمه بتفرق مكانها فين، اللي هي the last sentence in the introduction. طب ايه شغلتك يما؟ قالت لي انا نفس شغله التوبيك. فهمت. عشان كده احنا نقدر نستغنى عن التوبيك وما نكتبهاش. طب هل يا مستر ممكن نستغنى عن الثيسز؟ لا، دي لازم تبقى موجوده، انما التوبيك ممكن تبقى موجوده او مش موجوده. طب يا مستر، طب ما هو كده هيكرر الكلام لو جايب التوبيك وجايب الثيسز، يعني نفسه هيكرر الكلام. لا، في حاجه في الكتابه اسمها بارافريز، اتكلم عليها دلوقتي. بارافريز ان انا بعيد صياغه الكلام، يعني بقول الكلام بس بطريقه ثانيه عشان ما يحصلش ريبيتيشن، تكرار. طب انت ايه شغلتك؟ قال لك ات indicates، بتوضح أو تبين what the essay is about. بتوضح المقال بيتكلم عن ايه. يعني قصدك ان انا دلوقتي كقارئ ممكن ما اوجعش دماغي وعاوز اعرف الموضوع عن ايه، اقرا اخر جمله في المقدمه. اخر جمله في المقدمه هتوضح لي الموضوع كله عن ايه. ده كده كل المعلومات اللي انا عاوزك تعرفها في الانترودكشن. اقول تاني، يبقى انت معايا بقى. يبقى اول جمله اسمها ايه يا دكتوره؟ توبيك سنتنس. شغلتك ايه؟ indicates what the essay is about، تبين لي المقال عن ايه. طب can't start، ما ينفعش تبدا with a pronoun، بضمير. تمام. طب بعد كده الهوك ليها مكانين، يا اما the first sentence يا اما the second sentence. يعني اقدر ان ابدا بتوبيك وبعد كده هوك، او ممكن ابدا بهوك على طول. طب ايه شغلتك؟ grab، تجذب، capture، تأثر، attract، تجذب the reader's attention، انها تجذب انتباه القارئ. ليه؟ to read the essay، عشان يقرا المقال. بعد كده الثيسز sentence، الجمله الثيسز اللي هي الاطروحه او جمله الموضوع. مكانك فين يما؟ بالنسبه للمقدمه the last sentence in the introduction. طب بالنسبه للكونكلوجن موجوده في الخاتمه برضو بس فين؟ at any place، في اي مكان. يعني معنى كده ان دي بتذكر كم مره في المقال؟ twice، مرتين. بتذكر في الانترودكشن وفي الكونكلوجن. شغلتك ايه يما؟ indicates what the essay is about، تبين لي المقال بيتكلم عن ايه. ده كده كل المعلومات اللي عاوزك تعرفها عن الانترودكشن. كان بعد المقدمه كان عندي حاجه اسمها body paragraph، اللي هو جسم الموضوع. ممكن اقول body paragraph او body paragraphs. ليه يا مستر بنقول عليه body paragraph او body paragraphs؟ لان اتفقنا ان ممكن البادي يبقى one paragraph. طب امتى يبقى one paragraph؟ لو انا discuss، بناقش one element، عنصر واحد. ممكن يبقى two paragraphs، ممكن three paragraphs. الكلام ده depends on، بيعتمد على the number of elements، عدد العناصر اللي you will discuss. فعشان كده بنقول عليه body paragraph او body paragraphs. ليه اسم تاني اهم اسمه bulk. bulk اللي هو جسم الموضوع. طيب انت يا بادي باراجراف او بادي باراجرافز مكانك فين؟ قال لك ما بين حاجتين، ما بين will، يبقى ما بين الانترودكشن وما بين الكونكلوجن. يبقى between the introduction، ما بين الانترودكشن المقدمة and the conclusion، وما بين الخاتمة. طب بيبقى عبارة عن كم باراجراف؟ it depends، بيعتمد على the number of elements، على عدد العناصر اللي you will discuss، اللي انت هتناقشها. طب احنا دلوقتي في البادي باراجراف او باراجرافز بنعمل ايه؟ احنا بنبدأ explain، نبدأ نشرح the elements، العناصر. قصدك ايه يا مستر؟ بص يا دكتور، في المقدمه بعد ما بنكتب التوبيك وبعد ما بنكتب الهوك بنبدا بعد كده نكتب العناصر. مثلا انا بتكلم دلوقتي عن مشكله. اي مشكله في الدنيا ليها 3 عناصر، ليها حاجه اسمها اسباب، في حاجه اسمها نتائج، في حاجه اسمها حلول. فاحنا في المقدمه بقول له كده يوجد العديد من الاسباب التي ادت الى مشكله البطاله. هل بقى في المقدمه بشرح الاسباب؟ لا،
انا بديله العنصر واسكت. بعد كده يوجد العديد من النتائج التي ترتبت عليها. هل ببدا اقول نتائج؟ لا. وببدا بعد كده يوجد العديد من الحلول، يبقى 3 عناصر اهو. ببدا بعد كده امسك كل عنصر على حده، explain، ابدا اشرحه in the body. بس each element، كل عنصر will be discussed، هيناقش in a separate paragraph. يعني ايه يا مستر كل عنصر هيناقش in a separate paragraph؟ يعني لو انا عندي 3 عناصر يبقى كل عنصر منهم هناقشه في باراجراف منفصل. يعني مثلا لو بتكلم ان في اسباب ونتائج وحلول، يبقى اول باراجراف في البادي هيتكلم عن الاسباب، اقول له يوجد العديد من الاسباب وابدا بقى اقول له الاسباب واشرحها. بعد كده خلصت الاسباب عاوز اتكلم عن النتائج، يبقى في الباراجراف الثاني من البادي اقول له يوجد العديد من النتائج التي ترتبت عليها ومنها كذا وكذا وكذا، وابدا اكسبلين اشرح. طيب في البادي باراجراف بقى بيبقى دايما وانا بشرح لازم ادي حاجه يا دكتوره اسمها supporting sentences. يعني ايه يا مستر supporting sentences؟ بنسميها جمل داعمه. يعني ايه جمل داعمه؟ داعمه يعني بتدعم الموضوع، بتقوي المعنى وتوضحه زي العربي، حاجه بتدعم الموضوع بتاعي. طب يبقى معنى كده ايه شغلتك يا supporting sentences؟ انها تدعم الفكره الرئيسيه اللي انا بتكلم عنها. يبقى support تدعم the main idea، انها تدعم الفكره الرئيسيه. طب مش الفكره الرئيسيه دي ممكن تبان لي من كذا حاجه تاني؟ اللي هي التوبيك. ما هي التوبيك بتبين لي الفكره الرئيسيه، وايه كمان؟ والثيسس بتبين لي الفكره الرئيسيه. يبقى ممكن يحط لي نقط هنا ان السبورتنج سنتنس سبورت، ممكن اقول ذا مين ايديا، او ممكن اقول ذا توبيك سنتنس، الجمله التوبيك، او ممكن اقول ذا ثيسس اللي هي الجمله بتاعت الاطروحه. يبقى الثلاثه واحد، الفكره الرئيسيه هي التوبيك، هي الثيسس. طب انا بقدر ادعم موضوعي ازاي؟ ابدا اقويه ازاي وادعمه ازاي؟ ادعمه عن طريق explanation، شرح. بقعد اشرح الفكره بتاعتي عن طريق كوت اللي بنسميه عندنا اقتباس زي اللغه العربيه. لما انت بتكتب موضوع تعبير يا دكتوره، مش مدرس العربي قال لك حاول كده ولا تقتبس بيت شعر، آية من القرآن، آية من الإنجيل. ليه؟ عشان نقوي المعنى وندعمه، اللي هي supporting. يبقى أقدر عن طريق explanation، عن طريق quote، عن طريق حاجة اسمها paraphrase. إيه يا مستر paraphrase؟ بنسميها إعادة صياغة الجملة. يعني إيه إعادة صياغة؟ يعني جملة أنا كتبتها بأسلوب، عاوز ان انا اقول الفكره دي فبعيد صياغتها باسلوب تاني، ويبقى الافضل انه يبقى سيمبلر. مش فاهمه في العربي يقول لك ايه؟ بيت شعر كده يقول لك ضع اليراع في خرنفشاتك. اليراع؟ ايه اليراع دي يا مستر؟ وايه هي الخرنفشات اللي بتقول عليها؟ اليراع يعني القلم، الخرنفشات اللي هي الانامل. فهو كان المتنبي بيقول للطلبه بتوعه ايه؟ ضع اليراع في خرنفشاتك وضع لهيتك في لهيتي. يعني ايه؟ يعني ضع القلم في يدك وضع وجهك في وجهي. الاتنين نفس المعنى. انا عملتها بحاجه اسمها paraphrase، اعاده صياغه. ليه؟ to make the meaning simpler، عشان خلي المعنى ابسط. هل قلت نفس الالفاظ؟ لا، قلتها بطريقه تانية بس ادتني نفس المعنى. ده معنى كلمه paraphrase. يبقى تاني كده يا دكتوره بسرعه، ايه هو البادي باراجراف؟ مكانه فين؟ قال لك مكانه between، ما بين الانترودكشن and the conclusion. تمام؟ ايه شغلتك؟ ان هو explain the elements، يشرح العناصر، يشرح الافكار الرئيسيه. تمام؟ طب بدiscuss، وكل element احنا discuss بنناقشه in a separate paragraph، في باراجراف منفصل.
طب انا بحط ايه بقى جوه الشرح؟ حاجه اسمها supporting sentences، جمل داعمه. ليه بنحط جمل داعمه يا مستر؟ قال لك to support، عشان ندعم حاجه من ثلاثه، يا اما the main idea الفكره الرئيسيه، يا اما التوبيك sentence اللي هي جمله الموضوع، او الثيسز اللي بنسميها الاطروحه او الجمله الرئيسيه. بتدعمه عن طريق ايه؟ عن طريق explanation شرح او تفسير، عن طريق quote اللي هو quotation اقتباس، عن طريق paraphrase، عن طريق analysis تحليل. بقول مثلا ان حصل ان العالم الفلاني عمل كذا وطلع تحليل كذا كذا، يبقى انا بشرح الموضوع عشان خاطر support the main idea، ان انا ادعم الفكره الرئيسيه. تمام. بعد كده يا سيدي اخر باراجراف بقى موجود عندنا اللي هو the conclusion. the conclusion اللي هو الخاتمه، وبرضه بيقولوا عليه the concluding paragraph اللي هو الباراجراف بتاع الخاتمة. تمام. طب مكانك فين يا سيدي؟ الخاتمة. يبقى ده انهي باراجراف؟ الاولاني؟ لا، اللي هو the last paragraph، اخر باراجراف in the essay، اخر باراجراف في المقال. طب شغلته ايه؟ بالله عليك لما بتيجي تختم هل بتقول نيو ايدياز، افكار جديده؟ لا، افكار كلها انا ناقشتها في البادي. امال بعمل ايه بقى فيه؟ ان احنا summarize، بنلخص. هل بنلخص كل الافكار اللي قلناها؟ اكيد لا، احنا بنلخص the important ideas، بنلخص فيه الافكار الهامه، اهم افكار عندي انا بلخصها فيه. دي المعلومات اللي عاوزك تعرفها عن الكونكلوجن دلوقتي، اللي هو the last paragraph in the introduction، اخر باراجراف في الاساي في المقال، شغلته ان summarize يلخص the main ideas الافكار الرئيسيه. تمام. ده كده اللي انا عاوزك في اول محاضره تعرفه عن الاساي كتكوين. نقول لك برضو معلومه جميله كده عشان برضو الواجب يبقى ذو قيمه. عندنا كذا تايب، كذا نوع من المقالات. كم نوع بالنسبه لك؟ 5. انا هقول لك النهارده 3. في نوع من المقالات اسمه narrative essay. يعني ايه يا مستر narrative essay؟ بيسموه المقال الروائي. يعني قصدك روايه. زي مثلا القصه اللي عندك في العربي اللي هي الايام بتاع طه حسين. طب اختار امتى ناراتيف؟ لو قال لك ايه هو المقال اللي tell a story، بيحكي قصه، او لو سهل بقى narrate a story، بيحكي قصه. اللي بيحكي قصه يبقى ناراتيف اللي هو الروائي. الراجل الرايتر الكاتب بيبدأ تلز ستوري، بيحكي قصة عن مين يا مستر؟ about himself، عن نفسه، أو another person، أو عن شخص آخر. طب يا مستر هو بيحكي عن نفسه قصة، تمام، أو بيحكي عن شخص تاني، بيتكلم عن شخص تاني. ليه بقى أصلا؟ إيه يعني؟ قال لك عشان to encourage، ويا ريت بلاش تقول encourage دي، to encourage عشان يشجع the reader، عشان يشجع القارئ to write انه كمان يكتب about himself، يشجع القارئ انه يكتب عن نفسه. ده اللي عاوزك تعرفه برضو عن الناراتيف، اللي هو ايه يا باشا؟ اللي هو المقال اللي الراجل فيه tell a story، بيحكي قصة about himself، عن نفسه، or another person، او عن شخص اخر. ليه يا عم؟ to encourage the reader، عشان يشجع القارئ to write about himself، ان هو كمان يكتب عن نفسه. ماشي. طب تاني نوع اسمه descriptive essay. descriptive دي جايه من كلمه describe، يبقى ده المقال الوصفي. من اسمه
اتعرف الغرض بتاعه. الراجل اللي بيكتب مقال وصفي أكيد to describe عشان يوصف حاجة. طب describe ايه يا مستر؟ describe an action، يوصف حدث، حرب أو أي حاجة. يوصف a person، يوصف شخص. أو يوصف لنا مثلا a place، مكان. ما هو اسمه وصفي يبقى عاوز يوصف. طيب أقول كلمتين برضو مهمين قوي. وهو بيوصف ما ينفعش يقول لك ألفاظ كده رتيبة ورخمة وبتاع، لازم يستخدم حاجة اسمها sensory. الكلمة دي مهمة في الاختيارات. sensory details. يعني ايه يا مستر؟ يعني تفاصيل حسية. حسية يعني لازم انها appeal to، تروق الى، تشغل عندك senses، الحواس بتاعتك. لازم الراجل وهو بيوصف يخلي الحواس اللي عندك تشتغل. مثلا هو بيكتب يقول لك ايه؟ دخلت حديقة كانت مورقة، مليئة بالورقة، وأزهارها كانت متنوعة بألوان مختلفة، وقد قطفت زهرة واشتممت رائحتها وكانت رائحة عطرة. هو كده بيعمل ايه؟ ما هو قال لك ألوانها زاهية، يبقى شغل عندي العين، ورائحتها عطرة، يبقى شغل عندك حاسة الشم. يبقى لازم يبقى فيها sensory details اللي هي حسية. تمام؟ أقول لك كمان نوع بنسميه عندنا persuasive essay. persuasive جاية من كلمة اسمها persuade، وانت عارف ان persuade يعني يقنع. يبقى ايه الغرض من المقال الإقناعي ده؟ من اسمه يبقى اكيد الراجل عاوز يقنعني كقارئ. يقنعني بايه؟ بوجهة نظر حد تاني؟ قال لك لا، يقنعك بوجهة نظره، بس خلي بالك من كلمة يقنع. يبقى ايه شغلتك؟ قال لك to، عشان الكلمة الأهم convince. convince بمعنى يقنع، أو persuade اللي جنبك عارفها، بس الأهم convince بمعنى يقنع. يقنع مين؟ the reader. يقنع القارئ بإيه يا سيدي؟ with his point of view، بوجهة نظره. صحيحة بقى خاطئة ملناش دعوة، احنا بنتكلم ان هو دلوقتي ليه بيكتب المقال الإقناعي؟ عشان persuade you، يقنعك with his point of view، بوجهة نظره. ده النهاردة يا دكتورة اللي انا كنت عاوزك تعرفه عن اول حاجة في الاساي. اتمنى يا رب تكون انت استوعبت. طب حاجه يا مستر انا واقعه مني، ابعت على طول يا دكتوره، ابعت على الرقم بتاع الاسئله، اتصل بالرقم ده، اعمل اللي انت عاوزه واحنا في ظهرك. بعد ما هذاكر الكلام ده بما يرضي الله، هبدا اعمل ايه؟ ابعت لك الهوم ورك، الواجب، فتبدا تعمله. وطبعا مش هتخش الفيديو التاني زي ما انت متعود الا لما تحل التست او الكويز بتاعك. ماشي؟ اقدر اقول لكم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.